السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكة البسبوسة، مزيج كده من طعم البسبوسة وكمان الكيكة، يعني حاجة وهمية خالص. طعمها لذيذ قوي، كمان قوامها بصوا هش جدا وطعمها بقى حلو قوي قوي. لو جربتوها ان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو لو الوصفة عجبتكم. اول حاجة معايا 3 ارباع كوباية من السكر، هاضيفها على 3 بيضات وكمان ظرف من الفانيليا. هابتدي ان انا اخلط المكونات كويس جدا جدا مع بعض لحد ما المكونات دي يعني الخليط يكون لونه فاتح قوي. بعد ما بيكون القوام لونه يعني بقى فاتح زي الابيض كده زي ما انتم شايفين، هبتدي اني انزل عليه كوباية من الحليب اللي هو اللبن، وهقلب بقى كويس قوي. بعد ما بقلب يعني كل حاجة كده بقلبها لمدة دقيقة. بعدين هابتدي أجيب كوباية من الزيت، واخلط بقى المكونات برضو مع بعض. أمّا باحط الزيت ما باقلّبش بقى كتير، مجرد بس أقل من دقيقة، وبعدين بابتدي إن أنا أكون جايبة الدقيق، كوباية دقيق، أكون ناخلاها طبعًا، لازم أكون ناخلة الدقيق كويس جدًا. هابتدي إن أنا أخلطها مع الخليط ده لحد ما خلاص كده ما احسش ان في تكتلات للدقيق خالص، او في القاع من قاع البولة يعني ما فيهاش اي دقيق خالص. هبتدي ان انا انزل 3 ارباع كوباية من السميد اللي هو سميد البسبوسة، واخلطهم مع بعض كويس قوي. بعدين هبتدي اني اضيف ظرف كده من البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر، اضيفها يعني على الخليط ده. طبعًا هو المفروض إن أنا كنت ضفتها الأول مع الدقيق، وكنت كمان ضِفت يعني زي ذرة ملح كده، بس عادي خالص. هابتدي إن أنا أضيف كمان ذرة ملح على الخليط، بس حاجة بسيطة خالص، وأقلّبهم برضه كويس أوي. بعدين هاجيب نُص كوباية جوز هند وأقلبها بقى كويس، يعني أقلبها بقى مع الخليط ده كويس جدًا. هنا كده الكيكة جاهزة معايا، والخليط كده ده الخليط المناسب. باكون بقى مجهزة صينية دهنها بقى زيت، سمنة، أي حاجة متوفرة عندنا، وابتدي أنزل عليها الخليط. باكون مشغلة طبعًا الفرن على درجة حرارة 200. في الكيكة دي باشغله لدرجة حرارة 200. طبعًا باشغله من قبلها مثلًا أقل حاجة 5 دقايق، وأدخلها بقى على الرف اللي في النص آآ لحد ما بتستوي يعني. هاجهّز لها طبعًا شربات، عبارة عن كوبايتين من السكر، وأضيف عليهم كوبايتين من المَيّة. أول ما بتغلي، يعني أنا مش باقلّبها ولا أي حاجة، أول ما بتغلي بابتدي إن أنا أعصر عصرة ليمونة وباطفي يعني بتقعد 10 دقايق وباطفي عليها. هنا البسبوسة جازت معايا، أول ما خدت لون كده من الجناب شغلت عليها الشواية، خدت اللون الدهبي اللي انتوا شايفينه. وكمان الشربات هو سخن، هو كمان يعني الكيكة سخنة والشربات سخن. بنزل بقى الشربات على الكيكة وبسيبها شوية لحد ما تشرب الشربات. بعدين ببتدي اني اقطع البسبوسة. الشربات ده يعني بصوا احنا ضفنا الاول سكر حوالي 3 ارباع كوباية. فالشربات ده مش هيخلي الكيكة مسكرة خالص، يعني بيكون الكيكة مظبوطة جدا وطعمها حلو قوي. لو حابين انها تبقى قليل سكر قللوا كمية السكر اللي في الشربات. هبتدي ان انا ازينها كده بشوية من جوز الهند. وبعدين هقطع بقى حتة كده واوريكم القوام بتاعها قد ايه وقد ايه هي هشة جدا وطعمها بقى ان شاء الله جربوها، وانتوا بقى اللي هتحكموا وتقولوا طعمها كان عامل ازاي. هي اصلا تفتح النفس يعني، بس وانتوا بتاكلوها هتبقوا مستغربين طبعا. يعني هتبقوا مستغربين انكم بتاكلوا كيكة ولا بسبوسة بالظبط يعني هي مزيج بين الاتنين كده، حاجة كده وهمية والله حلوة جدا. بصوا بقى اللي هنا الكيكة جميلة جدا وكمان قوامها رائع قوي. هوريكم كمان بصوا وما تيجوا تقطعوها بتدوب كده. اتمنى انكم تجربوها، وكمان اتمنى ان الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك وكومنت حلو وشير الفيديو لاصحابكم كده عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.